منى زكي تتعمد إهانة جمهورها في مصر من الستات، وبتستفز مشاعرهم بالصورة الصادمة اللي تم نشرها من أيام، بوش شاحب وابتسامة بهتانة وملامح كلها حزن وألم وحواجب تخينة. ظهرت الفنانة منى زكي وهي لابسة الحجاب، ودي كانت مجرد دعاية لمسلسلها الجديد تحت الوصاية، واللي هيتم عرضه في شهر رمضان الجاي، وما كانتش تعرف إنها هتثير حالة من الجدل واسعة بالمنظر ده. صورة منى زكي سببت هجوم كبير عليها، ومش بس كده، ده كمان اتهموها إنها بتتعمد تنشر صورة غلط عن المحجبات بشكل عام، وأثار الإعلان حالة من الجدل على المنصات التواصل الاجتماعي بسبب ظهور منى زكي بالحجاب وتغيير شكلها اللي بيتميز ببروز الحواجب العريضة والكثيفة. وعاوزة أقول لكم إن البوست طرح قضية تمثيل الحجاب في الدراما المصرية، يا ترى عاوزين يلمعوا الحجاب ولا يشوهوا صورته؟ لأن صورة المسلسل ظهرتها مكسورة وما عندهاش إرادة ولا عندها شخصية، وده اللي خلى البعض يفسر إن مخرجين مصري بيتعمدوا إهانة الحجاب. والنهاردة بس ردت الفنانة منى زكي على كل اللي انتقدوها، وكان معنى كلامها اللي نزلته على الستوري الخاص بيها على موقع الانستجرام إن كل واحد يخليه في حاله، وطبعا كل الفنانين ساندوا منى زكي. يا ترى هل تتعمد المسلسلات المصرية تشويه المحجبات ولا هي مجرد صدفة؟